إعدادات البريد الإلكتروني وتثبيت البريد الإلكتروني على برنامج الأوتلوك، ده هيكون موضوعنا النهاردة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول إحنا بنستخدم برنامج الأوتلوك عادة في إرسال المراسلات الرسمية اللي طالعة من المؤسسة، سواء كانت شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة حكومية أو أي مكان على نطاق واسع. ومن أشهر البرامج اللي بتستخدم في الإرسال والاستقبال للبريد الإلكتروني أو الإيميل هو منتج من منتجات شركة مايكروسوفت، برنامج الأوتلوك. وطبعا برنامج الأوتلوك ده من ضمن حزمة كبيرة من البرامج لمجموعة الأوفيس الشهيرة أو المايكروسوفت أوفيس الشهيرة لشركة مايكروسوفت، بكل اصداراتها، بكل التعديلات والابديتس اللي حاصله عليها. هنحاول نغطي جوانب كتير من الموضوع الخاص بالتثبيت. الاول احنا في اكتر من مرحله من مراحل التثبيت لبرنامج الاوتلوك، وبعديها يليها على طول تثبيت الاكونت او تثبيت البريد الالكتروني على برنامج الاوتلوك. الجزئيه اللي احنا هنخصها النهارده هي تثبيت الاكونت بتاعنا او البريد الالكتروني بدومين او بنطاق احنا اوريدي اشتريناه. وده في فارق بينه وبين نطاق اخر احنا ما اشتريناهوش، اللي هو المجاني زي ياهو والجيميل، واحنا هنغطي الجوانب دي في مرحلة جاية بإذن الله بناء على طلبكم لو انتوا حابين. النهارده احنا بنتكلم على تثبيت البريد الالكتروني على برنامج الاوتلوك، وهنخص بالذكر الجزئيه الخاصه بالبوب 3 واللي معظم الناس عندنا بيستخدموها، نظرا لان هي بتحتاج لمساحه استضافه اقل واوفر لينا ماليا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. الاول احنا هنفتح برنامج الاوتلوك. اما ان احنا بنروح عند ستارت وبنكتب اوتلوك وبيطلع لنا من ضمن الليسته اللي طالعه قدامنا هنا برنامج الاوتلوك الاصدار بتاعه، سواء كان 2010 2016 97 يعني على حسب الاصدار اللي موجود عند سعادتك. واعتقد واعتقد ان في كل الاحوال الدنيا هتبقى متماثله، مش هيبقى فيه فروق كبيره عندنا. دي اول مره بيتفتح الاوتلوك، فهنضغط كليك على الاوتلوك، وهنا هتطلع لنا الشاشه بالشكل دوت الويلكم سكرين، وهنقول له نيكست. هنا بيسالني you can configure الاوتلوك to connect الانترنت ايميل. طبعا هو بيتكلم على مايكروسوفت اكسشينج اور اذر ايميل سيرفر. في الحقيقه ان انا هقول له نيكست، وهبتدي هنا اقول له ان انا عايز اشتغل على ايميل. الايميل ده لازم هيكون لي اسم، اما ان انت بتكتب اسم مؤسسه، اسمك الشخصي، اسم الاداره بتاعتك، ده الاسم اللي هيظهر في الطرف الثاني اللي هيستقبل البريد الالكتروني، وانا هنا هكتب الاسم ياسر. الايميل بتاعنا احنا واخدين ايميل تيست اللي هو على الدومين دوت بالشكل ده. هاخد منه نسخه وهقول له ادي التيست بتاعنا، وهروح اختار الباسورد او هاخد الباسورد اللي انا اوريدي عاملاه سيتنج على السيرفر، وهروح احط الباسورد بتاعتي. هنا هروح اقول له كليك على مانوال كونفيجر للسيرفر سيتنج، وهقول له نيكست. الايميل بتاعي في الحقيقه هو عباره عن انترنت ايميل زي ما انت شايفين في الاوبشن الاول اللي هو بيكونكت للبوب، كونكت تو ذا بوب اور اي ماب. احنا هنا هنختص بالذكر البوب ميل، وفي حلقه تانية هنختار الاي ماب، وبرضه يعني في مجريات الاحداث هنقول لكم ايه الفارق الكبير اللي حاصل بين البوب والاي ماب، وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. هنختار الانترنت ايميل وهنقول له نيكست. هنا بيقول لي طبعا ده الاسم اللي هيظهر عندنا في الطرف الثاني، وده الايميل بتاعنا. الاوبشن هنا بين البوب والاي ماب احنا هنقول له البوب 3، وهنقول له الانكامينج ميل سيرفر. عاده بنقول هاخد نسخه من الدومين بتاعي وهقول له هنا ميل دوت والسيرفر بتاعي، وهاخد نفس النسخه دي هي في incoming، هي هتبقى في الاوت جوينج. هنا طبعا في اوبشنز كتير نقدر نحطها، بس انا بمشي على الستاندرد دلوقتي. ممكن احط الاي بي بتاع السيرفر، ممكن احط
في اوبشنز كتير نقدر نحطها هنا، هنتعامل معاها في حلقه خاصه باذن الله لو حابين نكمل في الجزئيه دي. طبعا اليوزر نيم هنا في الحاله دي هو هيبقى البريد الالكتروني كله، والباسورد زي ما قلت لحضراتكم هو الباسورد اللي احنا عيناه قبل كده. وهنروح نقول له more setting. مفروض ان انا اقول له هنا في التابه بتاعه الاذر سيرفر هقول له my outgoing server requires authentication اتشيك ات، وبعدين اروح اقول له في الادفانسد ان انا اخلي البورت بتاعي 25 او 26، الاثنين بيشتغلوا معانا على حسب مين الانترنت بروفايدر بتاعك اللي انت بتتعاطى معاه او بتشتغل معاه. البورت الانكoming عندنا اللي هو ال 110. في حاله الاس اس ال هيختلف الوضع، لو انا هنا في الاس اس ال بيبقى 995، وهنا لو قلت له اس اس ال هنا هيبقى 465. يعني ده هيشتغل معانا وده هيشتغل معانا، بس مين الفارق بالنسبه لنا هو الانترنت بروفايدر اللي انا باخد منه السيرفيس بتاعت الانترنت. هنا في اوبشن لازم ناخد بالنا منه leave a copy or messages on the server، وهنا هقول له سيب الرسائل بتاعتك 14 يوم على السيرفر عشان لو انا حابب ابص على الويب ميل. وهقول له اوكي، اروح اتشيك الاكونت بتاعي اشوف كده هل هو اوكي اداني صح في الاولاني، هيديني باذن الله صح في الثاني. يبقى احنا كده خلاص الاكونت بتاعنا نزل، ونروح نقول له نيكست وفينش. ده الستاندر خالص خالص خالص. ونقدر بعد كده نقول له ان انا هبعت بريد الكتروني زي ما انتم شايفين، وهكتب السبجكت. وطبعا ازاي نقدر نبعت بريد الكتروني بشكل جيد، ده هتبقى حلقة من حلقاتنا، وهنقول له send. كده انت عملت البريد سيتنج للبريد بتاعك، والبريد خلاص طلع بقى في السند ايتم. ولينا حلقة تانية بإذن الله هنكمل فيها، وبإذن الله هنكمل في السلسلة دي. وأي حد ليه سؤال أو مشكلة حاصلة عنده يبعت لنا على القناة على طول، أو يكومنت فيه لو في جزئية مش واضحة، وإحنا بإذن الله هنفضل معاكم لحد لما الدنيا تبقى سهلة وواضحة، وكل اللي عنده استفسار هنجاوب عليه. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم.